اديوس اجرو ستودنت. اجرو ستودنت واي. اجرو ستودنت، مرحبا بكم. السلام عليكم شبيبه، رانا انكم مع الباك مع مواصله سلسله شكون اللي معنا اليوم. معنا الاستاذ القادر الغني عن التعريف اللي يعرفوه كاع لي زيتيديون ولي زيلاف تاع الباك. شرفتونا بالحضور جناح كرديزاد. شمس الدين حماش، استاذ تعليم ثانوي والتعليم العالي، متحصل على دكتوراه في تخصص علوم اسلاميه، امتهن التدريس منذ قرابه 10 سنوات او اكثر، سواء في الجامعه تخصص علوم اسلاميه ولا في الثانويه مع تلاميذ تاع البكالوريا. كثاني سؤال، كيفاش بديتوا صناعه المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ صناعه المحتوى الحقيقه الفكره هذه كانت مرتبطه باسم تاع كرديزاد، وكرديزاد هي استاذ خالد حماش هو اللي دارها. معناتها انا كنت حلقه ثانيه في الفكره هذه، ومن بعد لقينا ان احنا كنا في فتره تعليم التفاعلي هذا عن بعد كان شبه منعدم، كنا في البدايه سنه 2019، بعدها مباشره جاء عام تاع الكوفيد، ومن بعد كاين فرق بين التعليم عن بعد قبل عام كوفيد، ومن بعد حدثت وثبه كبيره بعد عام الكوفيد اللي الناس كاع وجميع الاساتذه دخلوا في التعليم هذا عن بعد. وكرديزاد طبعا كانت بالك من رواد المجال هذا، وكان عندها صدى كبير، الناس ما تروحش تقرا وعندهم صعوبه وين يقراوا ومع من يقراوا، والصعوبه في المتابعه. الحمد لله كان فيها مراجعات اللي حدثت نفع كبير مع تلاميذ وفرحه كبيره مع الاولياء تاعهم. ومن بعد مشينا في هذاك المسار لان لقينا ان التلاميذ راهم ينتفعوا والناس فرحانين مبسوطين باش نديروا. الشحنه تاعنا في الحقيقه نجيبوها من الدعاء تاعهم والشكر تاعهم والفرحه تاعهم وتاع والديهم في نهايه السنه. تحفزك صح؟ تحفزك، هذيك هي تخليك تكمل. والا العمل هذا راهو عمل ابتداء وانتهاء، عمل تطوعي صح. انسان ينوي فيه نيه مليحه، على بالي بلي يوفق وراح يلقى الاجر تاعه يوم القيامه. والحمد لله، وانا كنت واحد من الناس اللي نقرا عندهم، والحمد لله تحصلت على البكالوريا وراني هنايا بالعاصمه نقرا. نروح لسؤال اخر، كيفاش خيرت التعليم؟ نرجعوا شويه للفتره تاع اختيار التخصصات، يعني التعليم اسكو خيرت انت عن قناعه ولا دخلت بشغف؟ والله شوف، التخصص تاعك عموما ماشي انت اللي تخيره، هو اللي خيرك، مكتوب طبعا. ومن بعد الانسان في نهايه مشواره الدراسي في الجامعه، دوك الانسان كي يكون تلميذ بكالوريا راح تكون عنده احلام، ومن بعد احلام متعدده. الاحلام هذه هو راح ياخذ واحد منها فقط، وربما هو بعد 10 سنوات شخص لم يخطر على باله قبل ذاك الوقت. معناتها تخصص اللي حديروا انت في الجامعه ماشي بالضروري تخصص اللي قالوا لك عليك والديه ولا اللي انت شفت روحك تحلم به منذ الصغر. قادر تدير تخصص واحد اخر وتنجح فيه وتحبه، الدنيا ما على بالكش راح تخبي لك. صح اكيد. ولكن الحاجه الاكيده انه الانسان باش ينجح في مجال معين لازم عليه يكون يحبه. وحنا من عائله تربويه، انا الوالد تاعي استاذ، تربينا في جو تاع كتابات، تدخل دارنا أنا ما عندناش لماعن وكذا، عندنا غير الكتابات، غير الكتابات والغبره تاع الكتابات. تسمى تربيت في بيئه تاع كتب، بيئه تاع تعليم. شوف انا نشوف كاين باللي في المهن الناس عموما كي يحب طالب تاع جامعه ولا تلميذ تاع بكالوريا يخير تخصص تاعو، يشوف منا على 50 على 100 سنه كي هو ما يكونش يبقى واش دار. وهذا المهن هذا الاثر هذايا راح تلقاه ابتداء بدرجه كبيره في التعليم، تلقاه في التخصصات الانسانيه. هذه احسن تخصص اللي تقدر ديره ان شاء الله. بارك الله فيكم، انتم كذلك ربي يوفقكم العمل هذا اللي راكم ديروا فيه، ان شاء الله مزيد من التفوق ونجاحات باهره في المستقبل. كنصيحه وكلمه تلاميذ البكالوريا راهم يشوفوا فينا. تلاميذ البكالوريا نقول لهم اقراوا واجتهدوا وما تخليش لروحك هذيك الثغره اللي تندم عليها في المستقبل. مد كاع واش عندك، كي تمد كاع واش عندك راح تفرح يا لو كان باللي انت تعدو اخفاق، سواء ما ربي يقدر لك ما تجيبش بكالوريا ولا ما تلحقش المعدل اللي راك حايبه، ما تخليش ثغره تندم عليها. هذه اهم نصيحه. توكل على الله وباذن الله توفق للنجاح اللي تفرح به ويفرحوا به والديك وتفرحنا احنا كذلك. امين يا ربي. بالتوفيق لك استاذ، بالتوفيق تلميذ البكالوريا، بارك الله فيك استاذ.